أحمد ومحمد حتى لو كان بينطق الشهادتين، بيقول إذا أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل التأويل فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة. في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي يقول فأولئك هم الكافرون. طبعا في بعض علماء قالوا كفر أصغر، كفر أصغر دي في صور لا علاقة لها بالتشريع الوضعي. يقول وقيل المراد كفر النعمة، وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين، يعني هو بيضعف القول القائل بأنه كفر أصغر. وده إن شاء الله هنعمل فيه روم مطولة في قول ابن عباس كفر دون كفر، وتوجيه هذا القول إنه لا علاقة لهذا الأمر بالتشريعات الوضعية لأنها شرك بالله سبحانه وتعالى وليست كفر أصغر. الإمام الرازي يقول في تفسير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يقول في هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام. نركز بقى كده، يقول سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد، يعني سواء هنا بيشكك في قال الله وقال الرسول، بيشكك أصلا في أصل الأمر، تمام، أو بيتكبر عن قبول هذا الأمر. وأظن ده حل أقوامنا، حال الحكام وغيرهم، هم يتكبروا أصلا عن قبول الشريعة ويتمردوا عن العبودية لله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر، وعندما يأتي الأمر من الغرب يبقوا عبيد للغرب مباشرة. طيب في كتاب أحكام القرآن لإسماعيل القاضي رحمه الله يقول في تفسير ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آيات سورة المائدة، يقول وظاهر الآيات يدل على أنه من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به، يعني اللي ساب شرع ربنا وراح جاب هو مجموعة أحكام كده وجعل ده الدين اللي الناس تخضع إليه. طبعا الدين هنا مش شرط إنه يقول لهم بقى دينكم الديمقراطية، لا، يقصد ده بقى المنهج اللي الناس بتسير عليه، تمام، كما قال سبحانه في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك. يقول فقد لزمه ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. تاني بيقول ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره.